السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا رجالة، أخباركم إيه؟ يا رب كله يكون بخير وأفضل حال. فيديو جديد جاي على قناة ملوك الجاي. معاكم أحمد مصري وسعيد الزناتي. تمام يا رجالة، النهارده فيديو جديد إن شاء الله وفيه شوية معلومات بسيطة. بصوا يا رجالة، أنا جالي كومنت حد بيسألني إزاي أعرف التيرة عليها حصى ولا معلهاش. بصوا يا رجالة، بصوا المنظر ده أهو، والله بالصدفة أهو. بصوا المنظر ده يا شباب، بصوا يا رجاله. الذكر لما بصوا الفحميات دول، الذكر لما بيبقى بيضرب في التيره كده بيجي وراه في كل حته زي دول كده. بصوا يا رجاله، دي كده تيره كده عليها حصى. تمام. بصوا الفحمي، هم على فكره دول قصوص مش بيتعرفوا على بعض، ها، دول قصوص. الذكر ما دام بيضرب في التيره كده يبقى عليها حصى. بصوا فوق كده برضو، هقول لكم على علامات الحمام بيقول لك عليها. انت المفروض كغاوي تعرفها، كمبتدئ انا بقول لك عليها. تمام يا رجاله، بصوا كده، بصوا الذره لطيفه، بصوا الذره لطيفه. انا عايز اوريك المنظر ده في الارض، في الارض هتشوفوا اكتر يعني لما ينزلوا على الارض. استنى انزلهم في الارض وهوريكم هيعملوا ايه. بصوا هنزل لكم الذره لطيفه، بصوا، وهنزل لكم الفحميات، بصوا، والقص المرقع. تمام، خلينا نطلعوا الذكر ده يطلع يا بابا. بصوا يا رجاله، هوريكم حاجه. بصوا الذره لطيفه، شايفينهم يا شباب اهو كده. الذكر اسمه ايه؟ اسمه شاحط. شاحط في التيره. لما الذكر تلاقيه عندك بيعمل كده، لما الذكر تلاقيه عندك بيعمل كده وبينقرها كده في راسها، تعرف ان التيره دي على حصى. بصوا، بصوا الفحميات، هوريكم نفس الحكايه. بصوا بصوا، هو ده باين اكتر يعني، ده باين اكتر. لما الذكر تلاقيه بيعمل كده تبقى انت عارف ان التيره دي عليها حصى. دي علامه الحمام بيقول لك عليها ان التيره عليها حصى. هوريكم قص تاني. بصوا القص المرقع، انا عايز بس ابعدهم عشان يبان اهو. بصوا يا رجاله، اول ما الطيره تتحرك هتلاقي وراها، لو طارت هيطير وراها. بصوا اهو، واو اهو يا رجاله. تمام، معنى كده العلامه دي كده طول ما الذكر بيجري ورا الطيره بالشكل ده او زي كده، بصوا عايز يكسر الطيره، يبقى كده القص دول عليهم الطيره عليها حصى. تمام يا رجاله، اهو واضحين اهو، هم بصوا الاربعه اهو. تمام، هوريكم برضو القص الفحميات. القص ما يعملش كده لما تكون الطيره عليها حصى يا رجاله. بصوا، بصوا نفس الحكايه. بصوا، بصوا الطيره مطرح ما هتطلع وراها. بصوا اهو، بصوا اهو، اهو، بصوا. يسيبها بقى فين؟ بصوا بقى يسيبها فين؟ يسيبها وهي جوه. اول ما تخش تقعد في البياضه، اول ما تخش، استنى بس ايه عشان احنا مزومين. اول ما الطيره تخش تقعد في البياضه الذكر يسكت. بصوا، اول ما الطيره تقعد في البياضه او تخش جنب البياضه كده زي ما انت شايف، الذكر يسكت. تمام. بصوا مثلا الاسوس مثلا قص ما شاء الله هم قاعدين على حصى، ما تلاقيش الكلام ده. قص دول برضو قاعدين على حصى، ما تلاقيش الكلام ده. طبعا دي تيره لوحديها يا رجاله. بصوا هوريكم برضو منظر كويس. بصوا التيره الفانيليه، بصوا الذكر هيعمل ايه عليها. تعال، بص اول ما اسيبها من ايدي هتطير اهي يا شباب، اهي يا رجاله. بصوا اول ما اسيبها من ايدي، بصوا الذكر هينزل لها. بصوا 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 اهو، اهو. بصوا نفس برضو الموضوع. لكن لما تلاقي القص واقفين جنب بعض
واقفين جنب بعض عادي، الذكر ما بيزوفش على الطيرة وما بيضربهاش، يبقى كده القص دول لسه ما عليهمش حصى. تمام يا رجالة؟ دي علامة الذكر بيعملها امتى؟ لما تبقى الطيرة عليها حصى. لما تبقى الطيرة عليها حصى. طيب العلامة دي الحمام بيعملها لما تبقى الطيرة عليها حصى بقد ايه؟ اسبوع او 10 ايام. اسبوع او 10 ايام تلاقي الطيرة بإذن الله حصت. تلاقي الطيرة بإذن الله حصت. تمام. طبعا ده البلطجي هنا، ده بلطجي، ده بلطجي السلاكة ده، الطيرة بتاعته الخلالية ده رجالة. تمام. تمام. هقول لكم على علامة تانية بمناسبة احنا بنتكلموا على العلامات اللي بيعملها الحمام، وان انت المفروض تبقى فاهم بيعمل كده بهدف ايه. تمام. كل اشارة بيعملها الحمام ليها معنى يا شباب، يفهمها الغاوي، بس الغاوي المحترف او الغاوي القديم يفهمها ازاي. يعني مثلا هكلمكم مثلا على حمام الدشار. اكلمكم على حمام الدشار. حمام الدشار ده يا شباب، الفيديو ده يا شباب كله معلومات. تمام يا رجاله؟ ما تنسانيش باللايك. لو بتشوفني اول مره انزل اعمل اشتراك ونكمل مع بعض. تمام يا رجاله؟ دلوقتي حمام الدشار بيديك علامه برضو اذا كان هيقعد عندك ولا هيروح لصاحبه. طب ايه العلامه اللي بيعملها حمام الدشار؟ العلامه دي فرد الحمام الدشار اللي انت جايبه هتثبته عندك في الغيه، وانت اول ما بتجيبه بتحطه في بباب في الغيه. تمام. فرد الحمام ده لما بتيجي تحط له الاكل بتاعه في الباب بتاعه ولقيته بيخبط وبيرزع في الباب، تعرف ان هو كده لسه مش مطمن للمكان. تمام. تعرف ان كده لسه مش مطمن للمكان. طيب فرد الحمام لما يبقى لسه ببابه، لما يبقى لسه في بابه و لما تيجي تفتح له الباب في الارضيه بتاعت الغيه وما بينزلش على الارضيه، بيفضل قاعد في بابه، تعرف برضو ان فرد الحمام ده لسه مش مطمن. امتى تعرف ان فرد الحمام ده اطمن للارضيه؟ لما يحصل العكس. يعني لما تيجي تخش بتكلف فرد الحمام او بتمزق له المزقه بتاعته وتلاقيه هادي، طبعه زي طبع الحمام القديم اللي عندك، هادي مش قلقان منك. تمام. بتفتح له الباب بينزل الارضيه عادي، بينقر في الارضيه وبيروح وبيجي وبيخش على بابه، ده كده تعرف ان دي اشاره او علامه ان فرد الحمام ده اطمن للمكان. تمام يا رجاله؟ طب في علامه تانية برضو حمام الدشوار بيعملها. في علامه تانية حمام الدشوار بيعملها. ايه هي؟ لما بتيجي تاخد فرد حمام الدشوار وتحطه واقف الدشوار فوق على الغيه، بتدشره فوق على الغيه وتلاقيه واقف وشه وهو واقف في الدشار السلك اللي انت حاطه فوق على الغيه، وشه للارضيه بتاعت الغيه عندك. تمام. بيبص على الارضيه بتاعت الغيه او كانه عايز ينزل. تمام. تعرف ان دي علامه ان الفرد الحمام ده حابب المكان عندك وليه انتماء للارضيه بتاعت الغيه او مكانه الجديد اللي انت جبته فيه. طب لو لقيت العكس، لقيت فرد الحمام ده وشه للاتجاهات اللي هما الثلاث اتجاهات غير الاتجاه بتاع الارضيه بتاعت الغيه عندك، يبقى فرد الحمام ده تبقى انت واثق انك اول ما هتفتح له الباب هيتكل على الله ومش هيرجع. تمام يا رجاله؟ دي اشارات ودي علامات بيعملها الحمام، انت المفروض تكون عارف دي معناها ايه. تمام. تبقى عارف دي معناها ايه. الذكر لما بيبقى بيجعر كده بالمنظر ده، لو عندك ذكر في الغيه او في النش بيجعر بالمنظر ده، شايفين الاسترول اللي عمال يجعر هناك؟ بصوا 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 كده، بصوا يا رجاله، بصوا طلع واقفه فوق مني اهو كده. الذكر شاحط، الذكر شاحط في الطيره، مطرح ما الطيره هتروح وراها. بصوا يا رجاله، انا عندي ما شاء الله، الله اكبر، الحمام كله بمشيئه الله ان شاء الله يعني باذن الرحمن
هيحصي كله باذن الله في خلال الاسبوع ال10 ايام الجايين. تمام. من ضمنهم بصوا والله خبطني في راسي. من ضمنهم القص الفحميات دول. تمام. لو قلنا رجاله ربنا يكرمنا، وربنا يا رب يكرمكم ويوفقكم. بصوا والله منظر جميل. انا بطلع كده بالليل احب اتفرج على المناظر دي والله العظيم، مناظر بسم الله ما شاء الله. تمام يا رجاله، دي اشارات وعلامات بيعملها الحمام. حضرتك المفروض تكون فاهم المنظر ده ايه المقصود منه ويفهم ايه هو. كده المنظر ده انا اقول لكم هو الذكر عايز من الطيره. هو الذكر بيضرب الطيره عايزها تبيض. تمام. الذكر بيضرب الطيره عايزها تبيض. في الوقت ده بتبقى الطيره محضره. يعني ايه محضره؟ يعني بتبقى العنقود البيض اللي هو داخل الطيره بيكون بيكون حصوايه. في الوقت ما هو بيكون اللي هي اول حصوايه بيكون الذكر بالمنظر اللي انت شايفه. بص اهو هيجي ورا دلوقتي. لو حس باي خطر هيجي ورا الطيره لغايه ما يدخلها جوه الباب بتاعها. تمام يا رجاله. كده الذكر بيبقى خايف على الطيره وبينقرها وعايزها تخش تقعد جوه في مكان امان، عشان لما تبيض تكون في مكان امان، ما يكونش الحصى بضيته هنا في الارض هنا او هنا او هنا. بيبقى كده بالنسبه له كده ايه الموضوع كله باظ. فبيبقى خايف عليها وما بيرتاحش الا لما بيخليها تخش تقعد جوه في البياضه. طول ما هي جوه البياضه الطيره قاعده في البياضه مش هتقوم. يفضل الذكر قاعد ساكت، يفضل قاعد جنبها ساكت. وفي الوقت ده الذكر ما بيسيبش الطيره يا شباب. في الوقت ده الذكر ما بيسيبش الطيره. يعني ايه الذكر ما بيسيبش الطيره؟ يعني بيفضل واقف جنب منها باستمرار زي المنظر اللي انت شايفه ده. بصوا زي المنظر ده حضرتك. المنظر ده كده الذكر مطرح ما الطيره هتتحرك هيروح وراها. لو طلعت وقفت هنا هيطلع وراها، لو راحت جت هنا هيجي وراها. تمام يا رجاله. دي علامات واشارات الحمام بيعملها. لازم حضرتك تكون عارف معنى الاشاره دي او العلامه دي ايه. في واحد مبتدئ يشوف الذكر بيجري ورا الطيره بينقرها في ظهرها او في راسها يفتكر ان هو كده بيضربها بيعورها. لا، ده هو خايف عليها وعايز يدخلها الباب بتاعها. تمام يا رجاله. ده منظر طبيعي وجميل، وربنا خلق الحمام بالمنظر دوتي وليه اشارات واساليب تبين لك هو كده. تمام يا رجاله. ذكر الحمام برضو اللي بيشخور، لو ذكر حمام نش في الغية عندك وبيشخور بالمنظر ده متاكد ان هيتضرب منك في يوم من الايام. حمام النش يا حمام الفرخ يا شباب. حمام النش الذكوره لازم ما تشخورش كتير. تشخور تتعارك لكن يشخور يزوف ويفرد ديله كده على الارض ويعمل كده بديله اللي هو الزوفان ده، يبقى كده تبقى انت عارف ان الذكر ده هيتضرب منك. تمام يا رجاله. دي اشارات وعلامات بيعملها الحمام، لازم حضرتك تكون فاهم دي ايه المقصود منها. تمام يا شباب. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده. لو بتشوفنا لاول مره بصوا الفحم الذكر هيطلع لها. بصوا اهو طلع لها. بصوا ده اللي انا بقول لكم عليه يا رجاله. مطرح ما تروح على فكره ده مش بابها اللي هي طلعت فوق، بس هيروح لها اهو. بس يا رجاله اهو يا رجاله. تمام. لو بتشوفنا لاول مره يا ريت تعمل لايك وما تنساش اشتراك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك مننا كل جديد وكل مفيد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.